شريف انا حذرتك من العلاقه دي اكتر من مره وانت اصريت عليها. اهو بقى ما تلومش الا نفسك. ما تزعلش مني يا شريف. فطين المره دي عنده حق، ما كانش المفروض تسيب نفسك لحد ما تتغرز الغرزه دي. ايه الطعامه اللي انتوا فيها دي؟ فجاه بقيتوا قديسين كده؟ يا سميح، ده احنا دافنينه سوا. اعمل لك ايه ما انت اللي ساذج؟ بقول لكم ايه، انا مش جايبكم عشان تقطموني، انا جايبكم علشان تلاقوا لي حل في المصيبه اللي انا فيها دي. شريف انا رايي اول حاجه لازم تقطع علاقتك بالست دي تماما نهائيا، ما تعرفش عنها حاجه. تاني حاجه بقى انت لازم تعتذر لندى وتحسسها انك انت ندمان على اللي عملته. حتى لو عملت كده ندى مش هتقتنع. اصل كل مره لما كنت بكلمها بيبقى عندي اسباب ان انا بريء، انما المره دي بقى ندى لما شكت فيا ما عنديش اي حاجه دافع بيها عن نفسي. ليه يعني؟ هي ندى مسكتكوا في اوضه النوم؟ سوري يعني. طب انا عندي فكره تانية. ايه؟ ما تدخل الست الوالده. لا، ابعد عن امي الله يبارك لك. ليه يا شريف؟ ما انت طول عمرك بتشاركها في كل حاجه وبتحكي لها كل حاجه. لا سميح، امي بقى بدات حياه جديده بقى وكده ومش عايز اشغلها بمشاكلي. وهي يعني عشان دخلت حياه جديده هتقطع علاقتها بيك؟ مهما كان دي امك، احكي لها نفسها تتسلى معاك يا اخي. لا 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 لا، تعرفش امي ولا ايه؟ برضه امي كل مره كنت بشتكي لها بيبقى عندي اسباب مقنعه اني بريء. المره دي بقى لو بصت في عينيا هتكشفني وساعتها مش هخلص منها. انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه.